السلام عليكم. جولة جديدة من جولاتنا في اسكندرية، ومكان جديد بنصوره من أماكن اسكندرية. جولتنا النهاردة في منطقة بير مسعود أو صخرة بير مسعود. صخرة بير مسعود بتعد مزار سياحي شهير داخل اسكندرية، موجودة في منطقة ميامي على البحر مباشرة زي ما احنا شايفين. بتحظى المنطقة بشهرة واسعة، بيتوافد عليها الزوار من كل مكان داخل مصر وكمان خارج مصر. لكن ايه اصل صخرة بير مسعود وايه سبب شهرتها الواسعة دي؟ تعالوا نشوف. صخرة بير مسعود موجودة منذ القدم بنفس شكلها ده في نفس المكان، كصخرة طبيعية موجودة بجوار البحر او على حواف البحر، زي اي صخور بنلاقيها بتبقى حوالين البحر. لكن ايه سر وجود البير ده داخل الصخرة؟ وهل هو فعلا بير بمعناه الدارج او المعهود انه بداخله مية من تحت الارض وكده؟ الحقيقة لا. بير مسعود اللي احنا شايفينه ده مصطلح أطلقه أهل المدينة من قديم الأزل على الفتحة أو التجويف اللي احنا شايفينه ده. لكن أصل وجود الفتحة دي أو التجويف ده بيقال إنها من أيام العصر اليوناني، في أيام اليونانيين في اسكندرية. وإن المكان ده استغله اليونانيين قديما لبناء مقابر بداخله لموتاهم، لأن اليونانيين كانوا بيفضلوا دفن الموتى بالقرب من البحر. يعني الصخرة موجودة أصلا كظاهرة طبيعية أو من التضاريس الطبيعية الموجودة في المكان، لكن اليونان استغلوا قربها من البحر وارتفاعها عن سطح الأرض وبنوا بداخلها مقابر لموتاهم، أو بالمعنى الأصح بقى إن هم حفروا بداخلها ونحتوا مقابر لموتاهم. ويقال كمان إن صخرة بير مسعود كانت مرتبطة قديما بالصخرة الموجودة داخل البحر في منطقة ميامي، واللي بنطلق عليها إحنا في اسكندرية جزيرة ميامي، لأنها موجودة جوه البحر بتحيط بها المية من كل اتجاهات. لكن مع عوامل النهر وجريان مية البحر بداخل الصخرة دي قسمتها إلى صخرتين، صخرة بير مسعود اللي احنا شايفينها دلوقتي، والصخرة التانية اللي هي صخرة جزيرة ميامي، واللي هتلاقوا ليها فيديو منفصل على القناة قريب إن شاء الله. أما عن أصل تسمية بير مسعود بالاسم ده ففي روايات كتير لسبب التسمية، لأن زي ما قلت لكم إن الاسم أصلا أطلقوه أهل المدينة قديما. الرواية الأولى بتقول إن كان في أحد الصالحين أو أحد الرجال المعروف بالتقوى والصلاح، كان متعود إن هو يجي في المكان ده ويتعبد ويدعي وكده، والناس طبعا كانت بتسجيله في المكان ده بجوار بير مسعود اللي هو المكان اللي فيه البير. ولما توفى بجوار البير، لذلك سمي باسم بير مسعود. أما الرواية التانية فبتقول إن كان في طفل زمان اسمه مسعود، وكان بيتم تعذيبه من قبل أهله أو من قبل الناس اللي عايشة عندهم، أو إن هو تقريبا كان يعني عبد عندهم أو كده، يعني ده في زمن قديم جدا. وكان بيجي هنا يستخبى، وفي مرة من المرات جه هنا استخبى جنب البير، وبعدها لقوه متوفي جنب البير أو تقريبا داخل البير. ودي طبعا برضو من الحكايات أو من الروايات اللي معروفة عن بير مسعود، ولذلك سمي باسم بير مسعود. أما عن الرواية الثالثة ودي مختلفة خالص عن الروايتين دول، إن كان في فترة برضو من الزمن كان في تاجر مخدرات اسمه مسعود، وكان الشرطة بتلاحقه لحد ما لقوه هنا عند بير مسعود وأطلقوا عليه الرصاص، ووقع داخل البير، لذلك سمي البير باسم بير مسعود. وده السبب ان الناس كانت بتقول عليه ان هو بير مسحور، او انه في اشباح، نظرا لان في حد اتقتل جواه. طبعا كلها روايات، ما حدش يعرف اصلها او كده.
لكن إحنا طول عمرنا نعرف إن بير مسعود هو مكان للتنزه ومشاهدة البحر من مكان عالي ومشاهدة الغروب، بجوار إن إحنا كمان هنلاقي بعض الناس بتيجي ترمي هنا عملات معدنية داخل البير باعتباره بير الأمنيات أو بير الأحلام، بعد تمني أمنية من خلال وشوشة العملة دي بالأمنية اللي بيتمنوها وبعدين بيرموها في البير. لكن طبعًا ما يعرفوش إن الفايدة الوحيدة للعملات دي ورميها في البير إن في بعض الشباب بينزلوا البير آخر اليوم ويلموا العملات دي ويستفادوا هُم بيها. وأخيرًا ده بير مسعود، ودي حكاية بير مسعود أو صخرة بير مسعود. أتمنى أكون فدتكم ويكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لو انتم مهتمين بإسكندرية وكل أخبار إسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.